السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في تربية الدجاج فوق سطح المنزل. غادي نشارك معكم أفكار حول تربية الدجاج فوق سطح المنزل، وغنشارك معكم حصيلة ديال البيض، شحال كيبيضوا ليا كل نهار، شحال كنجمع كل أسبوع. كل أسبوع كيختلف على الآخر. وفي هاد الفترة هادي واش كيبيض ليا الدجاج في هاد الفترة. دابا فترة البرد، وشنو كنعطيهم دابا كيما كتشوفوا عطيت ليهم الخبز، خلطته مع النخالة بالماء طيب. وهذه حصيلة البيض ديال هاد النهار. كما كتشوفوا عندي تمايا بيضات، غنحسبهم معكم. عندي 1 2 4 6 8 9. عندي 9 البيضات ديال هاد النهار. وغنشارك معكم حصيلة الاسبوع حتى هي، شحال باضوا ليا هاد الاسبوع. كما كتشوفوا الحصيلة ديال الاسبوع، غنحسب معكم كلشي. وشحال ديال الوقت كنربي الدجاج. هادي 4 سنين، تجربة ديال 4 سنين. دزت من الخسائر، دزت من الربح. مهم ودابا نشرح الحمد لله الصقر معايا. عندي دابا 9 البيضات ديال هاد النهار، نزيد عليهم ديال الاسبوع 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. عندي 39 بيضة في هذا الأسبوع. المهم غنكمل معكم فين وصلت في الهضرة. قلت لكم ربيت الدجاج مدة ديال 4 سنين. في عامين الاولى كنت كنواجه بزاف ديال المشاكل، كيموت ليا الدجاج بزاف، وكل مره كنعاود نجدد الدجاج ديالي. ودابا الحمد لله عامين الاخرى استقر معايا الدجاج. اغلب ديال هاد الدجاجات اللي كتشوفوا فايتين معايا اكثر من عام. كل دجاجه او العمر ديالها، حيت كنقرق الدجاجه، كندير ليها البيض، كتخرج ليا الفلالس صافي. كنكبرهم وكنعاود نفس العمليه. كنكبر المشروع ديالي شويه بشويه. الحمد لله المشروع بدا كيشد معايا طريق. الحمد لله كنربح فيه شويه ديال البركه. كناكل فيه البيض، ما بقيتش كنشري البيض ديال الدار. الحمد لله هناني من السوق، وكنبيع منه مازال كل سيمانه. وشحال باض معايا كل نهار ورزقو. المهم غير الدجاج تهلا فيه غادي تهلا فيك. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على جيم وتكتبوا لي التعليق ديالكم، شنو رايكم.
في تربية الدجاج فوق سطح المنزل. وهاد الفكرة واش مزيانة؟ كيفاش كتجيكم هاد الفكرة؟ كنتمنى لكم التوفيق جميعا. شكرا لكم.